ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. دايما معاكم جو من قناه كرشفو. حبيبي عم كوكو، حبيبي يا جو. حبيبي يا كوكو، وحشنا كالعاده حبايب قلبنا. وفي خناقه وصراع كبير جدا ما بين الفطاطريه. زي ما انتم شفتوا عملنا لكم العرض الجديد بتاع عم سمير، وعملنا لكم العرض الجديد بتاع اسمه ايه ده يا ابني التاني، شلتت، صح؟ شلتت ده كان زمان. شلتت ده كان زمان، معلش سامحونا عشان في خناقه فطير فهتلاقوا العبط. فجي بقى بابا المجال بتاع زمان ايام انا وكيرو لما كنا في المدرسه، وقال لك لا بس علي ولا انت وهو، قول لنا مين وعمل ايه يا باشا. النهارده يا جماعه احنا معانا الاليوبي، والاليوبي ده موجود فعلا من زمان قوي وبناكله من واحنا صغيرين. عمل برضو عرض 4 صواريخ وفطيره شوكولاته حلو. وسنعود لكم بعد الاذان. بس فهو كان عامل 4 صواريخ وفطيره شوكولاته هديه بسعر ممتاز جدا 350 جنيه. اي نعم، جبنا هذا العرض وهنشوفه مع بعض، هل هو اقوى من عم سمير وشلتت ولا هم اقوى؟ وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 5000 لايك شويه في كل مكان. الفروع بتاعته فين يا باشا؟ ده فاتح في حلميه الزيتون، جسر السويس، مدينتي، زايد وبالتالي في تاني تجمع يا جسر. فما شاء الله انتشر. احنا على ايامنا هو كان فرع واحد بتاع حلميه الزيتون، وهو اللي احنا جبنا منه. بس هنظبط الحاجه دي، وعايزين 5000 لايك وشير الفيديو ده في كل مكان، ولسه ما شاركش في القناه عايزك تشترك عشان تستفيد، وهنجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم. وها قد حضر العرض، ويا ترى هينيمهم على الارض ولا هم اللي هيكسبوا؟ هنشوف. القديم طبعا الترش على قديمه يا جدعان. وكاتشب كتير. وهنا عندك تحت الاربعه رول، وفوق الفطيره الحلو بسعر 350 جنيه. سايبه لكم تحت هنا اهو، ثابت معانا طول الفيديو، وهنفتح الحاجه ونرجع لكم. ونبتدي على طول واحنا فتحنا الحاجه واتصدمنا، وهنصدمكم معانا دلوقتي. زي ما انتم شايفين البوكس ده فيه الاربعه رول. اول رول فيهم رول لحمه مفرومه بالموتزاريلا بالفلفل. تاني رول معانا سجق بالموتزاريلا برضه وفلفل الالوان. تالت رول فراخ بالجبنه الموتزاريلا ومحشي حشو ما شاء الله. واخر رول معانا العيش سجق. يعني الناس دي يا جماعه المنظر انتوا شفتوه من فوق دلوقتي، ده مزيكا. انا واثق ان شاء الله يعني انه لا هيحط على عم سمير وعلى عم شلتت ايه ده. طب نبتدي بايه؟ انا مبسوط قوي. نبتدي من اليمين. من اليمين، يلا بينا. من اهل اليمين يا جماعه. بصوا الحته يعني كلهم كده، ما فيش حته بقى فاضيه وحته مليانه. نبتدي ندوق اللحمه المفرومه بالفلفل. لحمه مفرومه متعصجه، طالبينها سبايسي، فلفل حامي. الفطاطري برافو برافو برافو. فطير يعني اللقمه من دي احب اقول لكم انها تلكم، لان هي فيها فطير كتير وفيها حشو كتير، ففي بالانس، في توازن. كفطيره لحمه مفرومه واحنا ما بنحبهاش انا وكيرو، عادي ناكلها وننبسط. قول رايك يا باشا. الفطيره حلوه قوي، مورقه كده وفيها قرمشه. الحشو طعمه حلو قوي، الجبنه الموتزاريلا، الفلفل الالوان، الفلفل الاصفر عالمي، واللحمه كميتها حلوه، حسيت بيها عجبتني برضه. واحنا انت ما بتحبش اللحمه المفرومه؟ لا ما بطلبهاش خالص، ولا عمرنا بنطلبها اساسا. فممتازه، بدايه موفقه وبشده. نعد، يلا بينا. 1 2 3. 10 من 10. هي حشو، سعر، كميه، كواليتي. احنا كل اللي معانا النهارده لغايه ما نخلص هم بال 350 جنيه اللي مكتوبه تحت دي. اختار لنا يا باشا. انا باخد قطمه ليه؟ ما تقولوش عشان ما عجبتنيش، عشان دايت عقبال عندكم ان شاء الله. اكملها انا. كيلو بيكمل عادي. يلا بينا بقى ايه، نخش على البسطرمه. انا عايز انقي لي حته كده فيها بسطرمه زهره. هي كلها البسطرمه اللي فيها زهره بصراحه، بس انا عشان اخد قطمه واحده. ادي منظرها من جوه ومليانه جبنه موتزاريلا. بسم الله، يلا بينا. بسطرمه مع الموتزاريلا. هي بسطرمه موتزاريلا بس. بسطرمه حلوه قوي، ملحها مظبوط. انا خدت قطمه واحده فيها، والناحيه الثانيه هي القطمه الثانيه لو خدتها اهي فيها بسطرمه اهو. على عينك يا تاجر. ما بخلش يعني. عمل عرض هو قد العرض. في ناس بتعمل عروض ويروح
زي عم سمير بتاع الفطير، بس اخر مره الحمد لله كان كويس شويه، بس طبعا القديم يكسب. ده يتعلموا منه والله. بالظبط. على الفراخ يا باشا. لسه هنعد. اوه نعد. هو احنا كده 1 2 3. البسطرمه بامانه جامده جدا جدا جدا، حلوه مقطعه قوي. تخين مش رفيع. يعني مش بخلان في التقطيع حتى. برافو برافو برافو. يلا على الفراخ. على الفروج. هو انا ليه حاسس ان الحته دي يعني حشوها مش مليانه، ولا انا مفتري؟ طيب يلا بينا. يلا. عايز اسمع راي كيرو الاول. اقول رايي انا. اقول. طيب انا شايف ايوه الجبنه قليله شويه، الفراخ دراي، فالموضوع مش لطيف شويه. فطيره فراخ ما رشح لكمش عامه. احنا ما بنجيبهاش خالص. بالظبط. فهي دخول الفراخ على الفطير لا مش حاجه كويسه، مش الطف بالنسبه لنا كذوقنا. بالظبط. اللي انما بيحب هي كده هي عاديه براحته. هي عاديه، بس احنا لا نحب اللحوم في الفطير اكتر. ماشي. نعد. يلا. 1 2 3. انا اديها 5 من 10 الصراحه. وانا 3 من 10. ونخش على العيش الممنوع، الصدق. يلا بينا. نقلنا بقى حتتين كده يا ولدي مليانين كده. هو البوكس ده تقريبا 4 ياكلوه يتمزجوا قوي، يعني بنتكلم او 3 مثلا، 3 اكيله خد بالك في حلو كمان، والحلو ما شاء الله انتوا هتشوفوا الحلو اللي جاي معانا في نفس العرض ب 350 جنيه مليان فيه بتاع كيلو شوكولاته. يلا بينا ندوق السجق حبيبنا. اتعلموا يا فطاطرية مصر. سجق المزه وطالبينها سبايسي برضه اعملها سبايسي. انا ما جاش معايا السبايسي للاسف في القطمه اللي انا خدتها، بس ده خلاني استمتع بقى بطعم السجق اكتر. السجق اللي بنحبه اللي فيه مزازه بتاع كشري الحجاز اللي احنا بنعشقه من 3000 سنه. الفطاطري بتاعك عالمي يا جماعه. القليوبي معروف منذ قديم الازل، بقول لكم من واحنا صغيرين بناكل من عنده واحنا مجانين فطير. ممتاز كله. احنا بس ما فضلناش الفراخ لان بنحس ان دخول الفراخ على الفطير مش افضل حاجه. ممكن لو كانت فيها اضافه رانش مثلا صوص ممكن يظبطها، انما بالنسبه لنا احنا ما بنحبوش. بسطرمه عالميه. لحمه مفرومه دي ممكن تكون اول مره في حياتنا نطلب فطيره لحمه مفرومه حقيقي. لان هو انت مالكش غير 5 اختيارات من الاربعه: لحمه مفرومه او سوسيس. طبعا سوسيس مستحيل نجربه في حياتنا تاني، او سجق او فراخ او بسطرمه. هم ال5 دول بتختار منهم 4، فاحنا لغينا بس السوسيس. تمام. عظمه وحاجه يعني عائليه تشرف ب 350 جنيه. ده خلاصه الكلام. بس انا عندي تعقيب. السجق انا حاسه هنا قليل، يعني انا شايفه كتير بس طعم العجينه غالب عليه، على عكس البسطرمه وعلى عكس اللحمه المفرومه. ممكن اتفق معاك بس ما ضايقنيش بصراحه، الشهاده لله. يمكن عشان باخد قطمه واحده، فهو ممكن كيلو كمل الحته، فحته قطمه فيها وقطمه ما فيهاش ممكن. ولكن في النهايه مش نهايه، احنا لسه هنحلي. استمتاع عظمه. بس تعالى نقيم الحادق كله على بعض. ماشي. سجق عالمي، ممكن فعلا الكميه تزيد سنه. اللحمه المفرومه عالميه قوي 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 بزياده. والبسطرمه متقطعه دي رقم 1 في البوكس دي. بص بعيدا عن دي البنهاوي اللي جواه طلع عشان الحاجه حلوه بصراحه. اول حاجه انت بالنسبه لك اللحمه. انا لا البسطرمه. ايوه كده ايوه كده. ما البسطرمه انا كنت هقول لك بالنسبه لي اول حاجه انا البسطرمه. بس يبقى متفقين. 1 بسطرمه، 2 مع بعضهم اللحمه والسجق. ماشي. وتيجي 3 الفراخ. تمام. نعد. يلا. 1 2 3. 9 من 10 والسقطه دي عشان الفراخ. انا للاسف احنا ما بنحبش الفراخ. يمكن انت لو بتحبها لو انت بتحبها هتدي 10 من 10. مفيش غلطه. اوفر حقيقي بجد. الحقوق قبل ما يخلص بقى. بالظبط. هنزل لكم الفيديو ده ان شاء الله بدري قبل ما الاوفر يخلص، وهنجيب الحلو ونرجع لكم يا حلوين. والخاتمه الريحه البندق طالعه من الشوكولاته معرفش ازاي. زي ما انتم شايفين كده في حوالي كيلو شوكولاته قدامكم على الفطيره اللي مش باينه. متغرقه. هي مش باينه، ما فيش فطير باين. شامم ريحه البندق؟ شامم.
الريحه جميله. كل ده في 350 جنيه. يلا اقطع يا باشا. بص انا مش قادر امسك نفسي. ما هو كيلو الحلويات دونت ميكس او ميكس. اه طب انا والله كان نفسي انت بس اللي تدوق، بس لازم ادوق لان ريحه البندق دي مجنناني والدايت باظ. لا مش هيبوظ ان شاء الله، هي قطمه واحده. يلا. انا اتلحوظت. وانا كمان. هنستحمى ونرجع لكم. طيب انا كمني خدت قطمه واحده، هسيب الطلعه دي الكيلو بقى يقيم، لان انا ايه بالنسبه للقطمه تقييمي هيبقى مختلف شويه. اتفضل يا كوكو. طيب انا شايف ان العجينه طعمها غالب على الشوكولاته، بس لما بتمسكها كده وتقعد تغمز الدنيا بتمشي، طعم الشوكولاته حلو بيبان اكتر، يعني كميتها اللي موجوده دي عايزه تزيد او يحط بين الرقات. والله الكميه كتير قوي يا كوكو. ما هو انا عشان شايف برضه ان في حتت بقى بدات تفضى، فانت لما هتغمز الباقي مش هتلاقي حاجه تغمزها. ماشي. فيا تعملوا كاستر زي يا عم سمير حاطط في النص كاستر، ايوه كاسر الموضوع ده، يا تزودوا الشوكولاته في النص. طيب انا بالنسبه لي للاسف انا خدت قطمه واحده، علشان زي ما قلت لكم الرجيم للمره المليون، ان شاء الله نكمل المره دي. للاسف نصها راح في شنبي، نص الشوكولاته اللي فوق راح في شنبي والنص التاني راح في ايدي وانا بمسكها، فعشان كده قلت الكيلو انا مش هقيمها ومش هاكل تاني عشان مش هبوظ الدايت بصراحه. أوكي. ولكن طعم الشوكولاته لما بقى قعدت اعمل كده في شنبي واشيل اللي في شنبي، طعم الشوكولاته عالمي. جيت معاكم سكه ودغري، ولكن ممكن محتاجه تزيد، او النوع ده طعمه خفيف ما اعرفش، في حاجه مش مظبوطه، او الرقات بتاعه الفطيره الجميله دي تقل شويه. يعني اول مره نقول الرقات تقل، ولكن الاوفر كله قنبله. ياكل 4 ينيمهم كده، 4 تيران ينيمهم، كل واحد هيدفع بتاع 75 جنيه تقريبا ولا 80 جنيه. فشكرا عم الأليوبي على هذا الموضوع. ولو هنحطها مقارنه كده مننا لسه قريب مجربين عم سمير وعم شلتت، الأليوبي ينتصر رقم 1. مظبوط. نهايه الكلام. لوس لغايه هنا يا باشا يكتب لنا ايه؟ خلص الكلام. خلص الكلام. خلص الكلام يا حلوين. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 5000 لايك في الفيديو في كل مكان. انا شايف انه ياخد. يلا نعد. اوفرول. يلا 1 2 3. انا عندي 9 ونص من زمان. كيلو 9 وانا 9 ونص، واللي وصل لغايه هنا. عايزين 5000 لايك في الفيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك عشان اكيد هتستفيدوا، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جوكر شبوي وكيرو. سلام.